안녕하세요. أهلا وسهلا بكم في بودكاست ذا كي توك مع سمية. لو الكي دراما بالنسبة لكم مش مجرد مسلسلات بل عالم كامل بتعيشوا فيه وبتستمتعوا بتفاصيله، فانتوا في المكان الصح. ذا كي توك هو البودكاست اللي هشارككم فيه شغفي للكي دراما. هنتكلم عن المسلسلات القديمة والجديدة، الشخصيات والأحداث، وهنتعمق في تفاصيل التفاصيل. استعدوا الحلقات مليانة نقاشات وتحليلات عن كل اللي بيخلي الكي دراما مميزة. هاتوا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ حلقتنا. اهلا وسهلا بكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اسبوع جديد وحلقه جديده من ذا كي توك معايا انا سميه. اهلا. الحقيقه انه الاسبوع اللي فات ما كانش فيه حلقه، ومعرفش يعني لو في حد اصلا بيسمعني ولاحظ ان ما نزلتش حلقه الاسبوع اللي فات ولا ما فيش اصلا حد مهتم، فخلوني امثل انه انا معروفه وان جمهوري مستني يعرف انا ليه ما نزلتش حلقه او مستني حلقاتي. الحقيقه انا كنت تعبانه وما قدرتش اسجل اي حاجه خالص بقالي فتره طويله، حتى الحلقه دي بسجلها متاخر جدا، الله اعلم هعرف انزلها على السبت ولا لا، بس يعني نامل ان انا اقدر اعملها. رجع لكم الاسبوع ده بمسلسل يعني مختلف عن كل الحاجات اللي اتكلمت عنها قبل كده. هو مسلسل رياضي والجنرا دي ظريفه جدا وانا بحبها جدا حتى من قبل ما اتفرج على حاجات كوريه. ومسلسل النهارده مسلسل كله حماس كده وطاقه، والحقيقه انه لما شفت الاعلان بتاع المسلسل او سمعت عن الحدوته من قبل ما اتفرج كنت فاكره انه قصه اندر دوج تقليديه مملة شفتها مليون مرة قبل كده في كذا حاجة يعني، ولكن الحقيقة انه المسلسل ده فاجئني بليرز مختلفة بمشاعر حلوة قوي، يعني حتى ما وصلت لهاش مع اي مسلسل او حدوتة بتتكلم عن قصة صعود او قصة نجاح من قاع الفشل لقمة النجاح. هي دي قصص الاندردوج او قصص الصعود. الحقيقة حبيت جدا، ومسلسل ده أثر فيها جدا، لمسني في حتت كتير. مسلسل النهاردة هو The Winning Try أو المحاولة الرابحة. زي ما قلت لكم الجنرا بتاعته رياضي، coming of age، كمان كوميدي. بمناسبة coming of age أنا بحب الجنرا دي جدا في أعمال كتير، وبحب أتفرج على رحلة انتقال البنت أو الولد من الطفولة للشباب دي، تعرفين اللي هي الحتة اللي هي بتاع الثانوية دي، حتة المراهقة دي. بحب جدا الحتة دي، معرفش ليه يعني بتشدني جدا ان انا اتفرج على النوعية دي من الدراما. ده موضوع او ده يعني ده الجنرا بتاعت المسلسل 12 حلقة، واعتقد موجودة على نتفليكس لو انا مش غلطانة. مسلسل عائلي ولطيف، ما فيهوش اي حاجة يعني غلسة او تضايق اللي بيتفرج، بالعكس يعني فريندلي كده ولطيف. كمان اللي عجبني جدا في المسلسل ده وشدني هي اصلا الرياضه اللي هم مختارينها. الكاتبه مختاره رياضه زي رياضه الرجبي، ودي رياضه انا عمري ما سمعت عنها ولا شفتها في حاجه قبل كده. هي شبه شويه الامريكان فوتبول بس مختلفه عنها كتير في القوانين واقل عنفا منها بكتير، كانت حاجة جديدة عليا، حاجة أول مرة أشوفها وشدتني يعني كلعبة فيها قدر كبير جدا من العمل الجماعي، وإنه التيم بيشتغل كشخص واحد. فاهمين قصدي؟ هي فيها قاعدة كده أول مرة أشوفها برضو في حاجة، إنه ما ينفعش يمرر الكورة لقدام. اللعيبة بيمرروا الكورة يا إما للخلف يا إما للجنب، فده بيخلي أي لاعب في المقدمة عينيه دايما على اللعيبة اللي ورا، فده بيخلي انه اي لاعب حتى لو هو مثلا شاطر او متميز هو مرتبط جدا بباقي الفريق. يعني هو مش هو اللي هيروح يسجل او مش هيعمل اللعبة لوحده. طبعا كل الالعاب الجماعيه كده، بس اللعبه دي بالذات انه انا ما برميش الكره لقدام، انا برميها يا اما لورا يا اما اللي جنبي، فدايما عينيا على فريقي ورايا مش ببص لقدام. كانت حاجه مبهره جدا الصراحه. او انا معرفش يعني انا اصلا مش كيفه رياضه، يعني معرفش حتى الكوره ما بحبش الكوره. وبمناسبه الرياضه يعني انا
دايما طول عمري بحب الرياضة بشكل عام، يعني بحب الرياضة، بحب حتى أشوف الأولمبيكس، بتشد جدا للرياضة وبتأثر فيها جدا. يعني أنا ممكن أشوف فيديو للرياضة معرفش عنها أي حاجة وأتأثر جدا بفوز الشخص ده اللي بيلعب، مع إني معرفوش ولا أعرف أي حاجة، يعني لدرجة إن أنا ممكن جسمي أشعر وأدمع. معرفش ليه الرياضة بالذات لها التأثير ده عليا ولها اللمسة دي معايا. يعني مش عايزة أخدكم في تفاصيل شخصية أكتر من كده، ولكن خلينا نرجع للمسلسل. تعالوا أكلمكم بقى عن الحدوتة أو حكايتنا بتتكلم عن إيه، طبعا من غير حرق عشان الناس اللي ما شافتش المسلسل يقدروا يتابعوه يعني من غير ما نحرق لهم حاجة. ذا وانينج تراي بيحكي قصة جو جرام اللي بيعمل دوره الممثل يون كي سانج. جو جرام هو نجم رجبي سابق، وكان موهوب جدا، وكان مستقبل وأمل الرجبي الكوري. بتتحطم مسيرته بسبب فضيحة منشطات. حياته المهنية بتنتهي بشكل كامل بعد ما بيقرر ان هو يعتزل على اثر هذه الفضيحة. يعني بعد غياب 3 سنين عن اللعبة وعن كل الناس اللي يعرفهم وعن حتى حبيبته اللي كانت معاه 10 سنين كاملين، بتجيله دعوة من مديرة مدرسة هانينج الثانوية عشان يدرب فريق الرجبي الخاص بالمدرسة دي. الفريق ده فيه 7 طلاب بس، وده الحد الأدنى، يعني ما ينفعش يبقوا أقل من كده. الفرقة دي الأضعف على الإطلاق في الدوري كله، وعندها سلسلة هزائم لا تنتهي، يعني ما بيحققوش أي نقط ولا أي انتصارات، لدرجة إن هم ما عندهمش لعيبة احتياط، وكمان الفرقة مهددة إن هي تتحل ويلغوا خالص الرجبي من المدرسة. جو جرام بيقبل التحدي وبيتعهد إن هو يحول الفريق ده لأبطال، كمان ياخدوا بطولة أو البطولة الوطنية الجاية في السنة الجديدة. يا ترى هيقدر يعمل كده ولا لا؟ ايه التحديات اللي هتواجهه كمان لما يرجع المدرسة ويقابل كل الناس اللي هو كان يعرفهم وكان قطع علاقته بيهم زي حبيبته القديمة؟ يا ترى هتعمل معاه ايه وهو يعمل معاها ايه، وهيبرر موقفه ازاي، وكان فين كل السنين دي، وايه سبب غيابه المفاجئ حتى من غير ما يعرف حبيبته هو كان فين او بيعمل ايه؟ كل ده هنعرفه لما نشوف المسلسل. الحقيقة انه ذا وانينج تراي هو مش بس يعني قصة تحول او قصة صعود فريق ضعيف لانه يبقى بطل او يبقى حاجة. الحقيقة انه هو قصة صمود، قصة تفاني، قصة بتتكلم عن العمل الجماعي وأهميته، كمان بيتكلم عن الرياضة وإيه هدفها أصلا وإيه تأثيرها على شباب صغيرين أو في مرحلة المراهقة، إزاي الرياضة مهمة جدا، وإزاي كمان مفهوم بقى الفوز والخسارة، وهل الرياضة متمحورة حوالين الفوز ولا لأ. مسلسل جميل جدا، كمان حسيت إن هو كده يعني رسالة حب جميلة وعذبة ناحية لعبة غريبة أو لعبة مش مشهورة أو مش شعبية زي الرجبي. أنا عن نفسي يعني عجبني المسلسل، وعجبني كمان الرجبي أو طريقة اللعب بالرجبي بشكل عام. فحسيت إن المسلسل كمان يعني مديها حتة زيادة كده كتقدير للعبة نفسها. يعني أنا من هنا هبدأ أحرق، فلو أنتوا لسه مش شفتوش المسلسل اتفرجوا عليه الأول وبعدين تسمعوا الحلقة، أو لو أنتوا مش بيفرق معاكم الموضوع ده ممكن تسمعوا الحلقة وتبسطوا بيها يعني. طيب خليني دلوقتي أكلمكم عن الشخصيات وأديكم نبذة سريعة عن الشخصيات. أنا صراحة مش حافظة الأسماء كلها يعني كتير قوي على دماغي. أول حد معانا وهو جو جرام نفسه أو المدرب بتاعنا. جماعة شخصيته جميلة جدا، ساحرة جدا، وحضوره على الشاشة كده يخطف الأنظار، واللي هو أنا عايزة أتفرج عليه، أنا عايزة أشوفه. كاريزمته رهيبة، كمان يعني عنده جانب كوميدي كده رهيب. ده كمان يرجع الفضل فيه للممثل نفسه اللي هو يون كي سانج، ممثل شاطر قوي ويقدر يسيطر كده على الشاشة ويعني يعبي الشاشة زي ما احنا بنقول. أحس ان هو اللي بيحرك المسلسل، هو قلب المسلسل، شغفه للرجبي، إصراره، صموده، تفانيه في تدريب الولاد دول، وان هو يخليهم يبقوا عيلة على آخر يعني المسلسل. بنشوف ده ازاي هم بيحبوا بعض بس كان مفيش بوند بينهم، رابط بينهم كان ضعيف ما كانش قوي. ازاي يعلمهم أصول اللعبة، وكمان مش بس ان هم يكسبوا او يحققوا بطولات، ازاي يثقوا في نفسهم وازاي يثقوا في بعض، ازاي يحبوا بعض بجد، وازاي يقفوا في ظهر بعض، وازاي الفريق ده بيتحرك يعني شخص واحد. يعني دايما كده يقول، كان في مقولة يعني في المسلسل بيقول انه فريق الرجبي هو يعني لو في مشكلة عند لاعب فهي مشكلة عند كل الفريق. فكان حضوره حلو جدا، أداؤه كان رائع رائع رائع، أفضل أداء في المسلسل بصراحة.
بصراحة. كمان تأثيره على الولاد دول والبعد بقى العاطفي أو تأثيره كتطور في شخصيتهم كان رهيب الصراحة. عندنا بعد كده الفريق بقى نفسه. الفريق نفسه مكون من 7 طلاب زي ما قلت، 3 طلاب في السنة الأخيرة أو السنة الثالثة وخلاص يعني هيتخرجوا، و3 طلاب في السنة الثانية، وطالب أخير في السنة الأولى. المعلومات دي مهمة هقول لكم دي كمان شوية. ال3 طلاب اللي في السنة الأخيرة لازم يحققوا حاجة عشان يعرفوا يروحوا مثلا جامعة كويسة أو يجيلهم منحة كويسة، خصوصا كابتن الفريق اللي هو يون سونغ جون بيقوم بدوره الممثل كيم يو هان. والولد ده يا جماعة عنده سايد ستوري حلوة جدا. هو أصلا له توأم، وتوأمه لاعب كرة قدم وموهوب جدا، وكمان مسمع أصلا مش موجود في كوريا، بيلعب في أسبانيا. فبنلاقي ان الولد ده يعني بيحاول جدا ان هو ينجح في الرجبي، وواضح ان هو حاول في كرة القدم ولكنه ما حققش حاجة فاتجه للرجبي، وهو مجتهد جدا وهو كمان كابتن الفريق. فبنشوف منه اداء حلو جدا. الممثل ده كمان لطيف جدا، اداؤه كان حلو، والقصة بتاعته الارك بتاعه كان جميل، خصوصا ان هو اهله مش مهتمين خالص بحكايته مع الرجبي، وعايزينه كمان يروح معاهم اسبانيا يشتغل في حاجة تانية، يبقى وكيل لاخوه حاجة زي كده. فبنشوف معاناته بقى في انه يثبت نفسه انه هو ينجح في الرجبي عشان هو عايز يكمل في الكارير ده. يعني ده الوحيد اللي عايز يحترف او بعد ما يطلع من الثانوية يكمل في الرجبي. اللاعب التاني اللي في السنة الثالثة برضو هو حد مش مهتم أصلا بالقصة، هو كل همه إنه يبقى شرطي أو بيذاكر عشان يبقى شرطي. اللاعب الثالث برضو مش مهتم بالرجبي، هو دماغه في حتة تانية تقريبا في السوشيال ميديا حاجة زي كده، بيصور زي فيديوز أو محتوى حاجة كده. دول ال3 طلاب بتوع اللي هم السنة الثالثة. 3 طلاب بتوع السنة التانية عندنا لاعب متهور مجنون عصبي، كل كلمة بتقال في الملعب بتعصبه، بتخرجه من شعوره، بتخليه يشتم وينفعل وبيتجنن حرفيا. اللاعب الثالث أو الرابع الخامس، وهو قوي جدا بس عيوطة حرفيا، هم قالوا كده ان هو بيعيط على اي حاجة. اللاعب السادس برضو في السنة التانية، ولكن عنده مشكلة ان هو بياكل كتير او تخين حاجة زي كده، برضو دماغه مش في اللعب، دماغه في حاجة تانية. واللاعب الاخير اللي هو في السنة الاولى، وعلى فكرة دوره مهم جدا، اسمه تاي بونج على ما اعتقد. اللاعب ده عنده مستقبل كويس، ولكن هيعمل يعني محتاج الفريق ضعيف، يعني هو ما يقدرش يعمل حاجة لوحده، لا هو ولا كابتن الفرقة، الاثنين ما يقدروش يقوموا بالفرقة لوحدهم، يعني محتاجين ال7 يبقوا كويسين جدا كمان، لأن ما عندهمش كمان احتياطي. فدول الفريق بتاعنا. عندنا بعد كده بقى طقم التدريس أو اللي هم المدربين والمديرة. أول حاجة المديرة دي يا جماعة شخصيتها بجد ضعيفة جدا، ملهاش لازمة، أنا معرفش هي جاية تعمل إيه. يعني كل مشكلة بتحصل ما عندهاش غير تروح على جرام تقول له هنعمل إيه، عندك خطة، هنعمل إيه في المشكلة دي، هنعمل إيه، هنحل ده إزاي، مش عارف إيه. طب أنتي حبيبتي لازمتك إيه؟ يعني فين صلاحياتك كمديرة؟ مديرة ما بتعملش حاجة بجد، كل حاجة بتمشي من وراها ومن تحت منها، وهي ملهاش أي تصرف. صوتها ضعيف جدا في المدرسة، مش فاهمة ليه. عندنا بقى نائب المدير، هو اللي ممشي كل حاجة، بيغير حاجات حتى في اللوائح المدرسة عادي جدا. مش فاهمة ده ايه بالظبط، يعني هل عشان هي قربت تتقاعد فبيسلموا مثلا المهام لنائب المدير، فنائب المدير بيبقى له سلطة أكتر من المدير. عندنا بقى غير نائب المديرة 2 كمان مدربين عاملين مثلث شر، يعني أنا لازم أتكلم عليه بس يعني مش دلوقتي. مثلث شر يعني عبيط جدا، أو مش عبيط، هو كرتوني يا جماعة. أنا ما عجبنيش الفيلنز في المسلسل، وأصلا أنا مش شايفة أن المسلسل مستاهل فيلنز. يعني ليه جبتولنا الجانب اللي هو الفساد الإداري ده أو السياسي في قصة رياضية بحتة؟ يعني ما كنتوش تركزوا على الجانب ده، وكنا خلينا في الفريق بتاعنا. ليه رحنا للحتة دي أنا مش عارفة، ولكن هقول لكم بسرعة. المثلث الشر ده اللي هو نائب المدير والمدير الفني، أو يعني الراس الكبيرة لفريق الرماية، ومدرب الرأس الإيقاعي، أو مش عارفة بقى بيسموه إيه عندهم، حاجة شبه الإيروبكس، جمباز الإيروبكس عندنا كده. كمان الراجل ده مدرب الفريق الإيقاعي ده له
برضو ماضي مع الرجبي. بنعرف بعد كده في الأحداث إن هو أصلا كان لاعب رجبي، وبسبب سوء تفاهم أو إصابة ما حصلت له بيروح يلعب في الفريق الرأس الإيقاعي ده. الشخصية دي يعني شوية كانت شريرة شوية، وبعدين قلبت على الجانب الطيب أو إنها بتساعد أبطالنا. مثلث الشر ده ما عجبنيش خالص الصراحة، وأنا كنت شايفة إن هو كرتوني جدا. اللي كان شوية خطير اللي هو مدير الفني بتاع فريق الرماية ده، يعني كان شوية بيشكل تهديد، أو كنت حاسة يعني في بعض المشاهد اللي جت إن هو بيخطط فعلا، إن هو يعني ذكي، بيعمل يعني حاجة يتخاف منها أو مش يتقلق منها يعني. طيب عندنا بقى في جانب برضو الرماية عندنا شخصيتين مهمين جدا. أول شخصية اللي هي حبيبة جارام، اسمها بي إي جي، وبتقوم بدور الممثلة ليم سي مي. أنا مش متأكدة اسمها يعني أنا بقوله صح ولا لأ، بس البنت دي أو الشخصية دي دورها في المسلسل. بصوا يا جماعة، أنا مش عارفة يعني هما ليه ركنوها فترة. يعني هي اشتغلت مثلا في نص المسلسل، أول 6 حلقات كانت واخدة جانب واحد، شخصية واحدة كارهة جرام، بتحاربه، مش طايقة في المدرسة، في من جواها مشاعر غضب وحنق تجاهه وبس. يعني هي كانت بس كده، وما بتعملش أي حاجة غير إنها بتدرب البنت دي اللي هي كابتن فريق الرماية اسمها يوجين، وبتحاول ترجع تاني للعب وتقدم في مسابقة كده ما مش فاكرة اسمها، وتاخد مركز أو حاجة. انا معرفش ليه هما سابوها 6 حلقات ما بتعملش حاجة، مع ان هي كان يطلع منها يعني بعد كده بنشوف ان طلع منها اداء تمثيلي حلو، وطلع منها يعني دور كويس. بس يعني فانا شوية كنت متضايقة من ايجي انه انتوا يا بتعمل ايه يعني. كان دورها فاضي شوية، كان ممكن يستغلوه اكتر، خصوصا ان الكيمياء بينها وبين جرام كانت كويسة، يعني معقولة يطلع منها مشاهد حلوة. حاسة انه المسلسل ما استثمرش كفاية في العلاقة دي. ولكن ايجي هي اصلا مدربة في المدرسة، وعلى برضو جانب شخصي هي لسه عايزة تحقق طموحها كلاعبة، لأنه لما جرام اختفى من 3 سنين كانت هي في مسابقة ما وما دخلتش المسابقة أو انسحبت بسبب إنها طلعت تدور على جرام لما اعتزل، وطبعا هو اختفى وضيع عليها الفرصة دي. ومن ساعتها وهي في حالة غضب وتوتر بسبب إن هو سابها فجأة بعد 10 سنين. يا جماعة برضو الموضوع كان يعني تروما بالنسبة لها. دي ايجي. عندنا كمان شخصية يوجين اللي هي كابتن فريق الرماية. الحقيقة أنا مش فاهمة هو ليه فريق الرماية محتاج كابتن. يعني أنا أفهم إن لعبة جماعية محتاجة كابتن، بس لعبة فردية محتاجة كابتن ليه؟ معرفش الصراحة، محدش يسألني. يوجين، يا رب أكون بقول اسمها صح. الحقيقة إن هي عندها أرك لطيف جدا مع كابتن فريق الرجبي اللي هو سيونج جون. بيحبوا بعض بقى، مش قايلين لبعض، عارف انت احنا اصحاب بس يعني في مشاعر بس مش هنقول. برضو متضايقة جدا ان هما ما استغلوش العلاقة دي كويس، لانه طلع منها مشاهد حلوة جدا على النهاية، كان ممكن يبدأوها من بدري. برضو ما استثمروش كفاية في العلاقة دي. كان دورها حلو، من الناس اللي يعني كنت حابة اشوفها اكتر، كنت حابة اشوف منها تمثيل اكتر، كان يعني يجي منها اكتر، ولكن برضو هي ما خدتش وقتها في المسلسل كفاية. تعالوا بقى نتكلم على المسلسل كده انطلاقا من الحلقتين الأولانيين أو الحلقات الأولى، والكلام يجيب بعضه. يعني عندنا أول حاجة، أول حلقة لما جرام بيدخل المدرسة وطبعا بيقتحم المدرسة حرفيا. المشهد ده ضحكني جدا، معرفش ايه البيف اللي بينه وبين حارس المدرسة، يعني انه طلع يجري وراه واللي عملوا المطاردة الفكاهية جدا دي. دخوله كان يعني كاتش جدا ومؤثر جدا، يعني هز الناس كلها، لان هو معروف ان هو طبعا بالفضيحة بتاعته، فضيحة المخدرات دي، فاصلا محدش طايقه يعني، ومحدش متوقع ان هو يظهر ويدرب كمان الفرقة. هم كانوا اصلا قاعدين في الميتنج ده عشان يحلوا فرقة الرجبي عشان ياخدوا الميزانية بتاعتها، فظهور جرام بوظ لهم كل الخطط بتاعتهم. وكانوا من هنا بدأت بقى الصراع ده، اللي هو احنا عايزين نزحلق الراجل ده، عايزين نقول له انطر قبل كاش، يعني نمشيه من المدرسة. وطبعا هو اصلا ماضي زي الزفت، يعني ايه، عنده مقومات تخليهم يعني يخلصوا منه بسرعة. كمان الفرقة نفسها لما بيقابلوه لأول مرة مش عايزينه، يعني بنشوف ان الفرقة كان عندهم ماتش وبيلعبوا من غير كوتش، الكوتش بتاعهم اصلا تخلى عنهم. لما جرام نزل الملعب عشان يبدأوا يلعبوا الماتش اللي كانوا يلعبوه،
كابتن الفرقة رفضوا، يعني قال لا أنا مش هلعب تحت إدارة هذا المدمن يعني حرفيا. فمن أول دقيقة في المسلسل بنشوف إنه جرام أصلا محدش طايقه، لا من المدربين ولا من أصلا الفرقة نفسها، حتى العيال نفسهم مش بيحترموه، مش عايزين يدربهم. فكان عنده أول تحدي إنه يقنع العيال دي إنه هو يدربهم مبدئيا يعني. فبيجي مشهد اللي هو بتاع افتتاح، فيه بيعملوا زي حفل افتتاح كده للسنة الجديدة، وطبعا بيهمشوا فريق الرجبي حتى مش عايزين يحطوا كرتهم على الترابيزة، وبيدخل جرام وبيحدف لهم الكورة في قلب الكيك أو التورتة اللي كانوا حاطينها على الترابيزة، وبيفرض وجوده حرفيا على الناس كلها. المشهد ده برضو كان من المشاهد الحلوة جدا. بتخلص الحلقة الأولى على كده، وبرضو بيبقى الفريق مش طايقه، أو يعني الكوتش بتاع الفريق اللي هو بطلنا أو البطل التاني يعني يعتبر اللي هو سيونج جون مش عايزه، يعني مش مقتنع بيه ككوتش. يعني هما شايفينه إنه هو إنسان فاشل، إنسان مدمن، مش متأملين إنه ده يدربهم ويروح بيهم في حتة كويسة يعني. بعد كده بتحصل مشكلة في المدرسة وبيتخانقوا حاجة زي كده مش فاكرة. المهم انه مثلث الشر بتاعنا العبيط انا هسميه مثلث الشر العبيط بيختلق مشكلة، وان هما بيجيبوا زي ورقة كده اعتراض من اولياء الامور على اصلا جرام انه يمرن الفرقة. بنبقى قدام معضلة او يعني تهديد بإقالة الكوتش اصلا من قبل ما يدرب يعني. فبيعملوا زي انتخابات او حاجه زي كده. المهم انه في التصويت بياخد نص الاصوات بالظبط فبيقعد. وانا في حته هنا عجبتني بقى، جرام ده انسان ذكي جدا. ده برضو حاجه عجبتني في المسلسل، انه شخصيه الكوتش ده او شخصيه جرام ذكيه جدا. يعني هو عارف انه هو مكروه، محدش هيطيقه، هيحطوا له بدل العقبه مليون عقبه، بس هو مصمم وعازم على انه يعدي كل الكلام ده. فبنشوف انه بيقنع المديره انه انا يعني متعاقب ان انا مش هدرب الولاد، ولكن هم ما ينفعش يقعدوا من غير تمرين، فيخليهم ينزلوا مع الفرق التانية يتدربوا بنفس التكنيك بتاعهم عشان ما يقعدوش، ما ينفعش يقعدوا من غير تدريب. فبنشوف ان الشباب بتوع الفريق الرجبي بينزلوا مع فريق الشيش مثلا، او فريق الرماية اللي هو بالقوس والسهم، او فرق تانية زي رأس الإقاية برضو. طبعا هم ما بيعرفوش يعملوا الكلام ده فبيبهدلوا الدنيا حرفيا. بنشوف انه المدربين الفرق التانية نفسهم بيغيروا المايندسيت بتاعهم، انه لا يا جماعة احنا ما ينفعش نحل فريق الرجبي، لانه العيال دي كارثة، لو الفريق اتحل العيال دي هتروح فين؟ هتيجي عندنا. فالاحسن ان جرام يمرنهم ويعملوا المهم ان هم يبعدوا عننا باي طريقة. بالطريقة دي جرام قدر ياخد نص الاصوات وقدر يقعد في المدرسة. فكانت حركة ذكية جدا وعجبتني جدا. ومن تاني حلقة على طول بيلعبوا ماتش زي ماتش ودي حاجة زي كده. والماتش ده طبعا هما بيبقوا داخلين الماتش هم عارفين ان هم هيخسروا، احنا مستحيل هنكسب يعني. هو اصلا جرام لحق يمرنهم ايه عشان يكسبوا يعني؟ هو كان الهدف بتاعه ان هم مش يكسبوا، ان هم يحققوا نقطة واحدة بس. هو عايزهم يدوقوا طعم الفوز. ومن هنا يبدأ يغير المايندسيت بتاع العيال دي، انه لا يا جماعة انا مش جاي، احنا المسألة مش مسألة ان احنا نكسب ماتش، انا عايز بس ادوقكم طعم الفوز، ان انتوا تتعاونوا مع بعض وتجربوا تحققوا نقطة. بالنسبة لهم انهم يحققوا النقطة دي كأنهم كسبوا الماتش، لان العيال دي ما بتنجحش يعني، ما بتفلحش في اي حاجة. فده اول نجاح ليهم من 3 سنين مثلا، وكمان نجاح على فرقة صعبة يعتبر يعني اللي هو المنافس الرسمي بتاعهم. الكابتن اللي بيمرنهم هو اصلا كان الكابتن بتاعهم وسابهم، وطبعا باسلوب مهين جدا انه هو مش عايز يمرنهم عشان هم هيسيئوا للكارير بتاعه. فإن هم يجيبوا نقطة على الفرقة دي كان فوز كبير جدا ليهم. وبتنتهي الحلقة التانية بفرحة عارمة واحتفال في الفريق إن هم قدروا يحققوا نقطة على الفرقة دي اللي هي تعتبر الخصم الأقوى بتاعهم. من هنا بيبدأوا يقتنعوا بجرام، وأخيرا يعني بيبقى عندهم مثلا اوكي خلاص نديله فرصة ان هو يمررنا فعلا، بيبدأوا يتقبلوه. بس يا فرحة ما تمت بتحصل تاني عقبة لجرام، تاني تحدي بالنسبة له، ان لاعب مهم جدا اللي هو قلت لكم عليه في تعريف الشخصيات اللي هو تاي بونج بيقرر انه يسيب المدرسة خالص وينقل للمدرسة التانية دي، لما الكوتش بتاعها بيكلمه وبيقول له ما تقعدش معاهم، دول شوية فشلة يعني، وانت لسه المستقبل قدامك كويس وانت في سنة اولى فمحتاج
وفرقة قوية زي الفرقة اللي أنا بمرنها. وفعلا بيسيب الفرقة وبيمشي، وبيقف هنا جرام في مشكلة كبيرة جدا. أنا هلعب إزاي وفريقي ناقص لاعب؟ ما ينفعش، يعني أنا آخري ألعب ب7. فبتبدأ من هنا رحلة البحث عن لاعب رقم 7. بيحالفوا الحظ إن هو بيلاقي لاعب أصلا موهوب بالفطرة، يعني هيدن جيم زي ما بيقولوا، يعني اللي هو ايه ده مكافأة بالنسبة لجرام ان هو يلاقي الولد ده. وبتبدأ رحلة ازاي نقنع الولد ده ان هو يجي المدرسة وينضم للفرقة، لانه بنعرف بعد كده ان الولد ده اصلا عنده قصة انه ابوه كان لاعب سابق، وابوه مصاب اصابة يعني صعبة جدا سببت له اعاقة مدى الحياة من الرجبي، ويعتبر متعقد يعني عنده تروما ومش عايز ابنه يمشي في نفس الطريق ده. الحلقة الثالثة يا جماعة كانت حلوة قوي، لما جرام راح عنده القرية بتاعتهم او البلدة اللي فيها الولد ده، وحاول يقنع ابوه وكمان يقنع الولد، لان الولد على رغبة أبوه مش عايز يضايقه أو مش عايز يعمل حاجة هو عارف إن أبوه مأذي بسببها. يعني أبوه بسبب الإصابة دي سببت له إعاقة، فحياته اتدمرت يعني حرفيا. هنا بقى بنشوف مشهد حلو جدا، في مشهد مواجهة بين جرام وأبو الولد ده، إنه ده مش ذنب الرجبي، الإصابة اللي عنده والإعاقة اللي حصلت له ده مش مشكلة الرجبي، ده خطأ فردي من الراجل ده لما كان لاعب، إنه اعتمد على نفسه، أو يعني إصابته هو السبب فيها مش اللعبة أصلا لعبة جماعية، وهو لو كان راعى الحتة دي يمكن ما كانش اتصاب. ودي حاجة بتحصل مع ناس كتير جدا، رياضيين كتير جدا، لما يتغروا في نفسهم وينسوا إن هم بيلعبوا من ضمن التيم، ان هم جزء في بازل. يعني ما ينفعش انا اروح عايزه احقق الهدف، عايزه اعمل كل حاجه لوحدي، مع ان انا معايا تيم، انا التيم بتاعي يشتغل معايا وانا ارمي عليه واعتمد عليه واثق فيه. ما ينفعش ان انا ابقى اروح احقق كل حاجه بنفسي، ده اللي بيحصل في الاخر اصابات صعبه واصابات بالغه ممكن تسبب عاهات واعاقات مستمره مدى الحياه زي كده. فبنشوف هنا المواجهه دي كانت حلوه قوي الصراحه، انه حطت الراجل ده قدام نفسه، انه لا، ابنك موهوب، ابنك بيحب الرجبي وعايز يلعب رجبي، ولكن انت واقف في طريقه. فبيحصل بعد كده انه بيروح الراجل ده ويقول له ابنه انا جهزت لك شنطتك وانت روح العب وخلاص، وده حياتك ومستقبلك، طالما انت عايز ده روح اعمله. فالولد ده يا جماعة جميل جدا، اسمه مون أونج، موهوب جدا بالفطرة زي ما قلت لكم، سريع جدا وجسمه قوي جدا، وبيعتبر الورقة الرابحة في الفرقة اللي محدش يعرف عنها حاجة. بيرجع جرام بالولد ده اللي هو يعتبر يعني اللاعب السحري بتاعه او حصن الاسود بتاعه، وبيرجع بالمدرسة بيفاجأ بالعقبة الجديدة اللي مجهزينها له فريق الشر بتاعنا، اللي هو المثلث الشر اللي قلت لكم عليه. قال ايه؟ غيرنا لائحة القبول بتاع اللعيبة الجدد، ولازم يعدي على معرفش يعدي يعني ينجح في 3 ألعاب أو 3 رياضات مختلفة ملهاش علاقة بالرجبي، زي مثلا الرماية بالقوس والسهم وسلاح الشيش، وكان حاجة كمان أيوة افتكرت، كان الرجبي نفسه أصلا لازم ينجح في الرجبي والرماية بالقوس والسهم والمبارزة أو سلاح الشيش. فهو عدى في الرجبي وعدى في سلاح الشيش، والرماية بالقوس والسهم ما كانوش طبعا هم عارفين، وخلوا حد يساعدهم اللي هي البنوتة اللي الكابتن بتاع فريق الرماية. ولكن غيروا الخطة، يعني الناس الأشرار أو نائب المدير وكابتن الرماية غيروا الخطة وخلوها رماية بالسلاح، وده طبعا هو ما اتدربش عليه. وهنا بيجي مشهد حلو بقى جدا، لما جرام بيروح مون أونج وبيقول له ما تقلقش، لو ما عرفتش تصيب الهدف أو ما عرفتش تنجح أنا هتصرف وعندي خطة بديلة، ما تقلقش خالص لو أنت خسرت. هنا مين بيتأثر بقى بالنقاش ده أو بالحوار ده؟ البنوتة اللي هي يوجين، اللي هي كابتن فريق الرماية. وبتعمل إيه يا جماعة؟ بتخسر عن قصد عشان أونج يعدي وينجح ويفضل يكمل في المدرسة. فكان مشهد حلو جدا، وعجبني إنه أوكي تمام، ما تقلقوش يا ولاد، أنا في ظهركم، أنا هتصرف، يعني خليهم يعملوا اللي هم عايزينه وأنا عندي حل، عندي خطة بديلة. هو فعلا كان هيعمل خطة بديلة، كان هيوديهم مدرسة تانية وبعدين
يحولوا للمدرسة دي معينة يعني من الخطة البديلة. المهم الفكرة كلها انه ازاي انه الكوتش في ظهر لاعبته ومش هيسيبهم ايا كان الظروف ايا كان الوضع، مش ما حطش عليهم الضغط ده بتاع لازم تنجح لازم تكسب. الموضوع صعب جدا يعني لما الضغط ده بيولد يعني ازاي انا اخد الحاجات الحلوه من الرياضه وانا مضغوط بالشكل ده. الموضوع بيتحول لحرب حرفيا يعني ما بقتش الرياضه دي. فده بخصوص الاختبارات القبول دي، وفعلا بيعدي فيها بالطريقه دي. وبتخلص الحلقه الرابعه على حاجه يا جماعه يعني عصبتني بجد، يعني خلتني متنحه. بنكتشف انه جرام مريض. ليه يا جماعه؟ ليه اللي هو واتزاب يعني؟ ليه خليتوه عيان؟ بجد انا معرفش ايه حكايه الامراض مع الكتاب الكوريين. ارحمونا يا جماعه، مش معقول. وايه المرض الغريب ده يعني؟ انتوا جبتوه منين؟ ايه الوهن العضلي الشديد ده؟ حضرتك بناخد له حقنتين فولتارين والموضوع خلص يعني، مش قصه. طبعا انا معرفش يعني، يمكن يكون مرض حقيقي صعب، بس يعني انا بجد بقيت بتعصب من موضوع الامراض اللي بيجيبوها لنا فجأة دي. بيستمر المسلسل في انه يفاجئنا. الحلقة اللي بعد كده مش فاكرة الخامسة الستة بيظهر مشكلة جديدة، انه مش ملاقين حتة يتمرنوا فيها يا جماعة. كل الملاعب قسموها على بعض الفرق التانية ومش لاقين حتة يتمرنوا فيها، لدرجة انهم بيتمرنوا في البول بتاع فريق السباحة. برضو عبث يعني، اللي هو ايه يا جماعة؟ ليه كده؟ ما تسيبوا الناس بقى تتمرن في اي حتة يعني. بيبقى عندهم ماتش ودي حاجة زي كده، وبتظهر عقبة جديدة. لاعب برضو تاني بفجأة كده بكتشف انه ايه ده، انا عندي في نفس اليوم ده اختبارات القبول بتاعة الشرطة دي. بيروح برضو الاختبارات القبول وبيسيبهم وبيضطروا يعتمدوا على لاعب قديم او لاعب يعني. دي حتة عبث، انا اسفة، دي حتة عبث يعني. انا اتضايقت، بس اللي هو طب ما ممكن يخلص الاختبار القبول ويجي يعني. هو ليه هيسيب الفرقة خالص يعني؟ انتوا ليه بتصعبوا الدنيا علينا يا جماعة؟ المسلسل بصراحة يعني طول الوقت اللي هو اوكي خلاص ده اقصى حاجة يوصل ولا لا، بيفاجئني مشكلة جديدة، حوار جديد، اتصرف يا جرام شوف هيعمل ايه. الحقيقة انه كان يعني بيبهرني بتصرفه كل مرة ان هو بيحل المشكلة. وده اللي حصل فعلا زي ما بقول لكم. خلص الولد الماتش بتاعه، قصدي الاختبار القبول، ورجع الماتش. طب ما كمل الاول يا جدعان. بس في هنا حتة بقى، ده بقى تأثير الفريق. انه تمام الفريق في الاول كان غضبان منه واتخانقوا مع الولد ده، ولكن احترموا رغبته. تمام اوكي، ده انت مش عايز ده، ربنا يوفقك في حاجة تانية. وكتبوا له مسج حلوة قوي، ودي اللي رجعته للفرقة. انا بقى ده اللي عجبني في المسلسل، ان هو بيحط ايده على الحتة بتاعت الفريق ده. مش واحد ولا اتنين، احنا كلنا انسان واحد. اوكي واحد مننا عنده رغبة ما، احنا هندعمه وهنديله الاختيار، هو هيرجع. انا كنت عارفة ان هو هيرجع، بس الحتة دي كانت مهمة قوي، ان هو احنا في ظهر بعض وبندعم بعض. في الاخر احنا فريق مش افراد، فاهمين قصدي؟ وزي ما هم كانوا واثقين ان هو يرجع لهم، فاهمين الحتة دي؟ ان هو تمام احنا مش هنقف في طريقه، بس احنا عارفين ان هو مش هيخزلنا، هو في لحظة هيعمل اللي بيعمله ويرجع لنا. وده اللي حصل. ولما بيرجع لهم بيلعبوا الماتش ده وبيكسبوا فعلا. وده كان اول ماتش بقى يكسبوه بجد يعني. بعد الماتش ده يا جماعة بيكون عندهم ماتش تاني. انا مش فاكرة هو كان ودي ولا كان ايه بالظبط، بس كان لازم يجيبوا حد يحضر الماتش عشان يبقى هو زي كشاف او حاجة زي كده، عشان يكتشف يعني المواهب او يكتب حتى عن الفريق. فجرام بيروح يقابل الكوتش بتاعه. هو طبعا بيلف على الناس كلها، محدش طايقه، محدش عايز يكلمه اساسا. بيروح للكوتش بتاعه اللي كان هو اصلا بيمرنه. طبعا بيقابله وحش وبيطرده حرفيا، ولكن جرام بيسيب له الملف بتاع اللعيبة بتوعه. بيجي يوم الماتش وبيتفاجئ جرام انه الكوتش بتاعه جه يحضر الماتش. وهنا بيسأله الكوتش بتاعه انت كنت عايز تقول لي ايه زمان؟ في بقى فلاش باك هنا بيجي. جرام يوم ما عرف ان هو تعبان
كان قبل ماتش مهم جدا اللي هو أخد فيه المنشطات دي، وراح للكوتش بتاعه عشان يقول له أنا مش عايز ألعب الماتش أو أنا مش هقدر ألعب الماتش. فالكوتش بتاعه ما سمعوش وكان متمسك جدا بيه ان هو لازم يلعب الماتش دوت وما فيش حاجة اسمها مش هلعب، وده ماتش مهم جدا، هو كان معتمد عليه جدا في الماتش ده. فما سمعش منه اصلا ان هو تعبان ولا ايه مشكلته، فجرام بيضطر انه ياخد منشطات عشان يقدر يلعب ويقدر يعني يحقق الفوز للفريق بتاعه. ولكن بعد كده بنكتشف الحقيقة يعني المنظم او الاتحاد يعني بيعرف ان هو اخد منشطات وبتبقى مشكلة كبيرة. الكوتش بتاعه كان عنده احساس بالذنب انه كان في حاجة وهو معرفهاش، كان في سبب يخليه يقول له مش عايز العب الماتش وهو ما سمعوش. عشان كده هو يعني جه الماتش ده وسأله السؤال ده، يعني ايه كان ايه السبب، او انا فضلت سنين اسأل نفسي ليه انت ما كنتش عايز تلعب الماتش. هنا جرام ما بيفضلش يقول له خلاص يعني اللي حصل حصل، خلينا في النهارده، وانا اهم حاجة عندي تخلي عينك على اللعيبة بتوعي وتشوف امكانياتهم الحقيقية. في نص الماتش ده بيحصل يعني مفاجأة غير متوقعة، انه اونج عنده مشكلة في العرقلة، ما بيعرفش يلتحم جسديا مع اللعيبة التانيين، ودي حاجة مهمة جدا في اللعبة. يعني ما ينفعش يبقى لاعب ما بيعرفش يعمل حاجة زي كده. هو بيتفادى التصادم الجسدي مع اللعيبة كلهم. في نص الماتش الاولاني هم بيبقوا كسبانين الشوط الاول وبيخسروا الشوط الثاني بسبب انه الفريق بيبقى منهك جدا، واونج ما بيلتحمش جسديا مع الفرقه الثانيه، فالفريق كله بيبقى تعبان، ما بيعرفوش يلعبوا كويس بسبب انه اونج ما بيلتحمش جسديا. هو بس بيحاولوا يدوله الكوره ما بيقدروش، لانه طبعا هم ما عندهمش احتياطي وبيلعبوا الماتش كله لوحدهم، هم السبعه، فبيبقوا منهكين جدا قصاد الفرقه التانية. الماتش ده بيخسروه، ولكن يعني بيبقوا فخورين بنفسهم بالانجاز اللي هم حققوه، خصوصا انه المدرب ده اللي هو بيحضر الماتش او بيتفرج عليه بيكتب عنهم مقال حلو جدا، بيكتب كلام حلو قوي عن مون اونج وسيونج جون كفرقه كلها، قد ايه يعني هما اتطوروا وعندهم مهارات حقيقية وعملهم الجماعي مميز. نيجي بقى لمشكلة اونج وازاي يحلوها. هنا بقى بيظهر وحدة الفريق، ازاي هما يتعاملوا مع المشكلة، ازاي بيحاولوا يساعدوه، ازاي يعني مش بيصبوا غضبهم عليه، بالعكس بيحاولوا يتعاونوا ان هما يعني يخلوه يتخطى المشكلة دي. الحقيقة ان هما بيعرفوش يعني بعد كل الكلام ده هو عنده تروما حقيقية. نعرف بقى ليه عنده تروما حقيقية، بسبب يا جماعة انه كان بيتخانق في يوم من الايام وهو صغير، كان عنده يعني حادثة تنمر. طبعا كلنا عارفين التنمر في كوريا قد ايه يعني مشكلة كبيرة. الحادثة دي نتج عنها ان هو ضرب واحد او اتخانق مع واحد ويوقعه على الارض وفتح دماغه، فالموقف ده عمله تروما. هو ما بيقدرش يزق حد او يوقع حد او يلتحم جسديا مع اي حد، يعني بيخاف يأذيه بجد. الموضوع بقى ده بقى يعني تروما. حلوا بقى التروما، حل بقى تعالى بقى يا جرام حل. فبنشوف ازاي جرام بيحل المشكلة دي في مشهد حلو قوي 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 يا جماعة، لما بياخدهم الملعب وواحد بيوقفهم طابور ويقول لهم واحد واحد يعني يلتحم معاه هو جسديا لحد ما اونج يتخطى المشكلة دي. وكل مرة اونج بيجي عنده ما بيقدرش يلمسه، يعني بيتفادى الكوتش. طبعا الكوتش بتاعنا كان محضر له مفاجأة، كان جايب له ابوه يتفرج على تمرينة دي او يعني التدريب ده. وفضلوا يا جماعة يعملوا الحوار ده تقريبا من الصبح للعشاء، مش عارفة يعني الجو ضلم عليهم والدنيا مطرت، وكلهم بيلتحموا جسديا مع الكوتش ما عدا اونج. مش قادر، تمام، بيتسمر في مكانه حرفيا. فخلاص انفعل عليه بقى الكوتش وقال له بص انت النهاردة لو ما عملتهاش هتروح بيتكم، مش هينفع، يعني الموضوع خلاص كده، ده اخرنا. بينزل ابوه الملعب وبيقول له خلاص انت مش نافع، يلا معايا على البيت، يعني الموضوع منتهي، انت مش عارف تبقى لاعب رجبي كويس، معانا على البيت، ورايا على البيت، خلاص الموضوع انتهى. بيستفزوا اونج جدا وبيحطوا تحت ضغط اللي هو يا هتعملها يا هتروح. فبالفعل بيعملها وبيوقع الكوتش على الارض. حقيقة مشكلة العرقلة الحمد لله لازم يحصل حاجة جديدة، هنقعد كده عادي. بيحصل انه كابتن بتاعنا اللي هو سيونج جون
بيبدأ يا جماعة يغير من مون أونج. شاطر، سريع وصغير، لسه قدامه، عنده موهبة فطرية. بقول لكم الواد يعني نبغة في الرياضة مش طبيعي. وكمان زيد على ده كله انه شافه كذا مرة مع البنت اللي هو بيحبها اللي هي يوجين، فبدأ يغير منه بجد يعني. فبرضه يعني تهور منه في ماتش ودي، اتسبب لنفسه بإصابة بليغة في كتفه، إصابة مش عادية يعني، إصابة رهيبة. الإصابة دي قعدته يعني في الرباط حبة. بنشوف بعد كده إزاي جرام اتعامل مع الموقف ده، انه خلاص انت ما تلعبش، انت بقى ريح لحد ما نشوف المشكلة دي. طبعا سيونج جون مش عايز يقعد، يعني هو عايز يلعب. اتخانق معاه كذا مرة جرام انه مش هتلعب وهنستنى لحد ما تبقى كويس، ما فيهاش كلام، انت هتستنى اما تتعالج وبعدين ترجع للعب تاني. بتحصل هنا بقى يعني ده الكليماكس بقى، أصعب حاجة هيمر عليها جرام في العقبات والتحديات اللي هتقابله، لما سيونج جون بيقرر يروح يشتري منشطات عشان يقدر يتمرن، يقدر يلعب، لأنه كان عندهم خلاص بطولة كمان كام أسبوع وهو ما بيتمرنش، الفرقة كلها بتتمرن وهو قاعد. الموضوع ده كان مضايقه جدا، والفرقة كمان حاسة بالقلق والتوتر انه الكابتن بتاعهم مش ممكن ما يلعبش، ولو ما لعبش يلعبوا ازاي هم 6 بس، ممكن كمان يتحرموا انهم يدخلوا البطولة. فكان عليه ضغط كبير انه عايز يحل المشكلة بأي طريقة. فالناصح أذكى اخواته بيروح يشتري مخدرات حرفيا. بيصوروا صحفي ما اصلا بيكره جرام برضو. الصحفي ده لما بيصوره بينزل الخبر في الجرايد ولا في النت، الدنيا بتتقلب حرفيا، بتقوم ما تقعدش على المدرسة وعلى اللي فيها. المشهد ده يا جماعة اللي أنا هقول لكم دلوقتي مشهد عجبني جدا 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 جدا. لما جرام جري على الأوضة اللي طبعا هم راحوا يفتشوا أول حاجة سكن الطلاب، يعني بديهي، وطلعوا بالفعل من جوه المخدرات أو المنشطات. جرام جري على الأوضة وقال لهم تعملوا ايه، ومش بأي حق تفتشوا، وده ما يثبتش حاجة وكده والكلام ده كله. قال له خلاص يا معلم احنا لقينا المخدرات في الدولاب بتاعه. فجي الفريق. المشهد ده بقى لما اخد سيونج جون الأوضة وقفل عليهم الباب ومسكوا، الراجل كان هيتجنن يعني. قول لي الحقيقة، انت اخدت من الزفت ده ولا لا؟ طبعا التاني مردش، كان مرعوب، زعق له بقى، زعق فيه جامد، قول لي ما تكذبش، خدت منها ولا لا؟ الحمد لله ما اخدش منها. مشهد تحفة المشهد ده يا جماعة، يعني رهيب رهيب رهيب. ليه بقى؟ جرام شاف نفسه من 3 سنين لما عمل العملة السوداء دي، فما كانش هاين عليه انه الولد ده يقع في نفس الفخ ده. دي مصيبة سوداء، لو راح للسكة دي ما فيهاش رجوع، خلاص هو كده دمر حياته. اصلا هو كان متضايق منه ان هو كان مخبي موضوع الاصابة بتاعت كتفه، وكان بيلعب على كتفه وهو تعبان. دي مشكلة، اللي هو انت ليه بتكابر؟ انت تعبان، يبقى تقعد ترتاح لحد ما تتعافى ترجع تلعب تاني، خلاص يعني ده ملهاش حل، انت كده بتدمر نفسك. فطلعوا من جوه، وهنا جه بقى دور الكوتش انه يدافع عن فرقته وعن اللعيبه بتوعه كانهم عياله. لا دي مش حاجته، دي حاجتي انا اللي تعبان، انا اللي عندي كذا 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 كذا. وهو كان عارف ان هو بمجرد ما يقول كده ان هو خلاص يعني مش هيمرن تاني، لانه المدرسه اصلا ممنوع يبقى فيها مدرب مع مريض، يعني من الاخر مدرب مريض هيمرن ازاي يعني؟ ما ينفعش. فكان عارف ان دي اخرته يعني. وبيجي المشهد تاني تحفة جدا، لما في وسط الميتنج بتاع المدربين بقى والمديرة ونائب المدير والناس كلها والليلة كلها سعادتك، وجرام بتجيله الحالة، بعرف ان هو هيغمى عليه وبيطلب الإسعاف لنفسه. بجد يا جماعة يعني صعب عليا جدا صراحة. طلب الإسعاف لنفسه ووقع من طوله، الراجل وقع خلاص يعني، شكرا ودوني المستشفى بقى. اللي بيحصل بعد كده مشهد بقى هنا تحفة، لما سيونج جون بيقرر ان هو يبات معاه، بيروح يجيب له كروكس. انا معرفش حكاية الكروكس عند الكوريين واضح ان هي يعني حاجة مهمة. جاب له كروكس وفي ورد كده، كأنه تقريبا يعني بوكيه ورد بس في هيئة كروكس. كان جرام فرحان جدا الصراحة، وبيقرر يبات معاه. وهنا لأول مرة جرام بيتكلم عن
الأزمة بتاعته أو اليوم اللي أخد فيه مخدرات أو اللي أخد فيه المنشطات دي. بيفتح قلبه لسيونج جون وبيقول له ليه هو أخد المخدرات وإزاي هو ندمان جدا على اللحظة دي واليوم ده، ولو رجع بيه الزمن يعني مش هيعمل كده. إن كانت لحظة ضعف منه، إن هو كان خايف بجد، كان خايف من مرضه، كان خايف فرقته تخسر. ولما حتى كسبوا كل الناس كانت فرحانة إلا هو الوحيد اللي ما كانش فرحان، لأنه كان عارف إنه المكسب ده مش حقيقي، إن هو مش في قوته الحقيقية، هو ده تأثير المخدرات أو المنشطات. وسألوا بقى أنت ليه عملت كده أو ليه رحت الاختيار ده؟ فقال له إن هو برضو كان خايف، يعني هو كان خايف على الفرقة، خايف إنهم ما يعرفوش يروحوا البطولة، ما كانش عارف يعمل ليه، مش لاقي حل، يعني هو ده كان الحل الوحيد اللي قدامه. بس في الآخر هو ما قدرش ياخد المخدرات برضو عشان خاف على مستقبله، وإن هو الدنيا لو أخد ده وتعرف مش هيعرف يكمل. وهنا بيجي المدرب يقول له برضو حاجة حلوة جدا، إن هو قبل يمرنهم بسبب سيونج جون، بسبب إنه شافوا قد إيه هو كان بيمرن الفرقة بتاعته اللي هي التمارين الأساسية اللي هو اللي يعرفه يعني حرفيا، وكان عنده إصرار إن هم يتمرنوا يعملوا عليهم لآخر لحظة. كان شايف مدى اجتهاده، مدى حبه للعبة ومدى شغفه، هو ده اللي خلاه يرجع يبقى عايز يمرن الفرقة دي، وكان عايز يرجع عشان يساعدهم. هم صعبوا عليه حرفيا، صعبوا عليه ان هم معهمش حد يمرنهم، معهمش حد يقول لهم يعملوا ايه، وكانوا بيعملوا عليهم بأقصى حاجة يعرفوها، هم ما يعرفوش اكتر من كده. ودور سيونج جون كان قوي مع الفرقة بتاعته، لان هو الكابتن بتاعهم، هو اللي كان بيمرنهم، يعني هو كان قايم بدور مدرب وكابتن الفرقة. هو ما كانش يعرف حاجة غير الحاجات البسيطة اللي هو تعلمها وكان بيعملها وخلاص، حتى لو عارف انها مش هتجيب نتيجة، بس كان بيعمل اللي عليه طول ال3 سنين دي، ولا يوم زهق ولا يوم استسلم ولا يوم قرر ان هو يبطل الرجبي. فالشغف بتاعه ده وإصراره ده هو اللي خلى جرام يعني يقبل عرض المديرة ويساعدهم فعلا. هو كان عايز فعلا يساعدهم وياخد بإيديهم. يعني كان مشهد جميل جدا، من أحلى المشاهد في المسلسل. وبتخلص الحلقة دي على الجرام عمل لهم خطة لكل ماتش هيلعبوه، عشان هو مش هيقدر يكون موجود، هو هيكون بقى في العمليات ولا معرفش هيعمل ايه. وبالفعل بياخدوا الخطط اللي هو بيكون كاتبها دي، بيبقى فيها كل يعني الاحتمالات الممكنة عشان يقدروا يلعبوا الماتشات دي بدون كوتش. الحقيقة ان المدرسة طبعا او الإدارة اللي هو نائب المديرة اللي بقى مدير بيقول لهم انا جايب لكم كوتش تاني ومش عارف ايه، فهم بيقولوا لو جبت لنا كوتش تاني مش هنلعب البطولة، فانت اعمل له اجازة مرضية واحنا نلعب البطولة، غير كده احنا مش نلعب ولا هنسحب اصلا. بنشوف بقى هنا تأثير جرام على الفرقة. يعني خلاص احنا هنا بقى ايه، وصلنا للآخر، الفرقة اتغيرت يا جماعة، بقوا شخصياتهم اتغيرت تماما، بقوا حاجة تانية. بنشوفهم بيتعاونوا مع بعض، بنشوفهم بيلعبوا زي الماتشات كراجل واحد، يعني كلاعب واحد. كمان بيتمسكوا بالكوتش بتاعهم، بيقفوا في وش الفساد بتاع الإدارة ده، وبيختاروا اللي هم عايزينه، يعني بيعملوا اللي هم عايزينه فعلا. طبعا أنا بيني وبينكم مش مصدقة إن ده ممكن يحصل، يعني يعني إن فرقة تلعب ماتشات من غير كوتش بالكابتن بس. أنا معرفش لو ده ممكن صراحة يعني، بس هي فعلا معجزة يعني. هم قالوا كده في المسلسل هو المخرج عايز كده. فاللي بيحصل ان هم بيكسبوا الماتشات كلها، والكوتش بتاعهم بيقول لهم، او يعني جرام بيقول لهم العبوا الماتشات دي وانا هبقى موجود في اخر ماتش. مش بيديهم الخطة بتاعت اخر ماتش اللي هو الخصم بتاعهم، اللي هو مش فاكرة اسم المدرسة، بس ده الخصم اللي هو واخد البطولة 3 سنين ورا بعض. فازاي هياخدوا منهم البطولة، ازاي يكسبوا الماتش؟ ما كانش معاهم الخطة، ما كانش معاهم اي حاجة. وبنشوف انه قاعدين مستنيين الكوتش يجي زي ما قال لهم على اخر ماتش، واخر ماتش بيبدأ وما بيجيش جرام، ولكن فجأة بيبعت لهم الخطة مع حد، فبيعرفوا ان هو مش جاي. الحتة دي يا جماعة من يوم الحبكة بجد، انا اتعصبت. الحلقة 11 وال 12 كان في كروتة غريبة. في الحلقة 11 كان في حاجة غلط، يعني في حاجة غلط في الترتيب الزمني. فجأة الماتش اتلعب، فجأة جرام مش موجود، بعدين بقى موجود. طب هو عمل عملية امتى وجي امتى وقام امتى؟
في لخبطة حصلت في آخر الحلقة 11 ضايقتني. بعد كده عرفت في الحلقة 12 انه هو كان بيعمل عملية وكان بيتعافى او كان يعني زي، وانا مش فاهمه اصلا هل امكانيه ان حد يعمل عمليه ويقدر يقوم يروح يعني يتحرك ده طبيعي؟ هو طبعا كان تعبان وكل حاجه، بس هو انا مش عارفه الزمن هنا فين. يعني هل كان عامل عمليه قبلها بيومين، ب3، ب4، قبل الماتش النهائي ده بكام يوم؟ فكانت بالنسبه لي يعني طب ما تقولوا يا جدعان هو ده ايه؟ الزمن هنا باظ. انا مش عارفه احنا يوم ايه، العمليه امتى، الماتشات دي امتى، النهائي امتى، كله دخل في بعضه بجد. بس يعني هنعديها. بس الحلقه 12 دي كانت حلوه في كذا حاجه. اول حاجه لعبوا ماتش حلو قوي وكمان كسبوا، وفي مشهدين حلوين قوي في الماتش ده. اول مشهد الولد اللي هو اتعور ده راسه اتفتحت، والكوتش قال لهم خلاص خيطوه كده وهنلعب ب6 لعيبه بس، ولكن بيلاقي اصرار فظيع من الولد انه لا انا عايز اكمل الماتش واربطوا لي بس راسي وانا هكمل، انا كويس، انا مش هينفع ما لعبش الماتش ده ولازم العب الماتش ده. فبنشوف الروح بقى، روح الاصرار والتحدي عند اللعيبه رهيبه بصراحه. حماس بقى مليون بقى، ادرينالين ما اقولكوش. فده اول موقف. تاني موقف اللي هو بقى فيه رمزيه او يعني ميتافور زي ما بيقولوا، اخر جون جابوه او اخر نقطه جابوها ازاي يا جماعه؟ جابوها بحاجه اسمها الالتحام الجماعي. تمام، انه معرفش يعني الاليه بتاعتها ازاي، انه الفرقتين بيبقوا واقفين قدام بعض، يعني بيبقوا داخلين في بعض كده، ودول بيزقوا دول بيزقوا دول، ماشي. فلو عدوا خط معين، الفرقه اللي تزق الفرقه التانية وتعدي الخط ده، وبيشوفوا الكرة وقعت مع مين، يعني وقعت مع الفرقة بتاعتنا أو الفرقة الخصم. لو وقعت مع فرقتنا بتبقى نقطة ليهم، لو وقعت مع الفرقة التانية بتبقى نقطة للفرقة التانية. اللي بيحصل إنه بتبقى حد فيهم ماسك الكرة وبتقع منه بعد الخط يعني، فالنقطة بتتحسب لهم. معنا من آلية الحركة دي كلها هي الرمزية بتاعتها، انه هما في الاخر نجحوا بالتكنيك ده اللي هو بتاع الالتحام الجماعي، كأن الفرقة كلها بقت لاعب واحد، مفيش لاعب اهم من لاعب ولا لاعب مميز عن لاعب، كلهم انسان واحد او لاعب واحد. وهو ده اصلا الهدف من الرجبي، او يعني اللعبة دي اصلا قايمة على كده. كانت رمزية حلوة الصراحة، وقفلة حلوة للقصة بتاعت البطولة دي كلها، وأخدوا الكاس وكل الكلام ده. فدي كانت أحلى حاجة الصراحة في الحلقة الأخيرة. في بقى مشاهد بعد كده التخرج وتخرجوا، وسيونج جون جات له المنحة اللي كان نفسه فيها. وكان في مشهد جميل جدا يا جماعة، عاطفي يعني أو يعني مؤثر، لما كانوا بيودعوه بقى عشان هو خلاص هيمشي، وكانوا في الأوضة بتاعتهم دي المكان اللي بيتجمعوا فيه، وبيعملوا اللي هو الهتاف بتاعهم، بيعملوا الدايرة دي ويهتفوا هانيونج هم هانيونج هم، وكانوا بيقولوا هما بيعيطوا، يعني كانوا بيقولها ممزوجة كده بعياط. كانت تحفة الصراحة، أثرت فيها جدا. حتى كمان جرام كان بيعيط معاهم. بجد 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 المسلسل سابني في الآخر بإحساس حلو، سابني في الآخر بمشاعر حماس، بمشاعر أمل. الإحساس ده اللي هو طريق كان صعب وكان شاق جدا، ولكن في النهاية دقنا بقى حلاوة النجاح، دق بقى طعم النجاح. عارفين لما تبقى حاجة جاية بصعوبة قوي وتبقى انت خلاص يعني استنفذت كل طاقتك وكل محاولاتك، والدنيا طربات على دماغك بدل المرة مليون، وتوصل للحتة دي اللي هو انا فعلا حققت اللي انا عايزه، انا فعلا نجحت. احساس ما توصفش. طيب انا دلوقتي حاسه ان انا قلت كل حاجه تخص فريق الرجبي، لان هو بصراحه انا الفوكس بتاعي كله على الخط بتاعهم والارك بتاعهم. بصراحه عندي ارك تاني يعني يعتبر واخد تاني اهتمام في المسلسل، وهو ارك الرمايه. انا يعني ما عنديش مشكله مع ارك الرمايه ده كله، غير انه ما خدش حقه. كان ممكن نشيل حاجات تانية ونديله اهتمام اكتر، يعني يبقى له مشاهد اكتر، اشرحولي عنه اكتر، فهموني بتحسب ازاي النقط وكل الكلام ده. انا ما فهمتش اللعبة دي اصلا بتتلعب ازاي، بتتحسب ازاي، وكل الكلام ده انا ما فهمتش بجد. كل تركيزهم كان على AG والارك بتاعها. ماشي انا ما عنديش مشكلة، ولكن انتوا قعدتوني مثلا 6 حلقات هي ما بتعملش حاجة، قاعدة مع فريق الرماية بتتهان، بس بتتهان من المدير بتاعها الراجل المزعج ده، وسلبية جدا ومساذجة جدا، وسايباه يهزقها ويبهدلها عادي.
طب عشان ايه بجد؟ عشان ايه؟ وانا في الاول هي كانت الارك بتاعها هي مش عارفه هي كوتش ولا لاعبه، هي مدربه هتدرب العيال دي ولا هتلعب، هتروح تشوف طريقها. تمام. لما اختارت ان هي تبقى لاعبه رجعت في كلامها، عشان اوكي انا فهمت ان انتي رجعتي عشان البنوته دي اللي هي يوجين لما اتصابت ومحتاجه حد يساعدها في موضوع التوازن ده، ورجعتي فعلا عازمه على انك تساعديها، وذليتي نفسك حرفيا، ورجعتي للراجل اللي هو المديرك ده رقعتي له حرفيا عشان يسامحك ويقبل انه يرجعك تاني الشغل، عشان تخلي بالك من البنت المصابة اللي ملهاش حد غيرك، اللي عايزين نساعدها عشان هي موهوبة وكذا وكذا وكذا. حلو قوي كل الكلام ده. ليه برضو كملتي في طريقك بتاع خلاص انت اكتشفتي ذاتك كمدربة؟ ليه مصرة تكملي في موضوع المسابقة دي وتروحي وتلعبي وكل الكلام ده؟ مش عارفة. والمشكلة انها في الاخر سابت الماتش برضو في نصه وراحت عشان اللاعبة بتاعتها وتقف معاها في بطولتها. طب ما كمل اول يا بنت الحلال. طب ما انتي اصلا سبتي الموضوع ده عشان البنت دي، خلاص ما كان واضح اهو. طولوا الخط بتاعها قوي، كان ممكن كل ده يحصل بدري وانا استقر بقى في حتة الرماية، في حتة ان انا مدربة رماية، مش لازم بقى اقعد رايحة جاية كده. ولكن احقاقا للحق يعني الخط بتاعها في الاخر كان حلو مع البنت دي ومع جرام يا جماعة. لما هي عرفت ان هو تعبان وعنده المرض ده قررت تساعده، رغم ان هي ما كانش عاجبها ان هو مش عايز يتعالج ومأجل علاجه لحد ما العيال دي تدخل البطولة، ولكن هي يعني ساعدته وعلاقتهم بدأت ترجع تاني لبعض. ودي كانت حاجة عجباني بصراحة، انه بدأت تعرف حقيقة مشاعره، وان هو طول الوقت كان بيحبها وكان عايزها هو، بس الحتة انه ما كانش عايز يبقى عبء عليها او يعطلها، بس في الحقيقة ان هو عطلها يعني. عدم وجوده واختفائه سبب لها استرس واحساس ان هي اتهجرت واتسابت، ده كان مأثر عليها جدا. ولما رجع وترها جدا برجوعه وقالت لها الإصابة دي بتاعت التوتر العصبي، ان هي ما بتقدرش تمسك المسدس والكلام ده كله. الارك بقى الرومانسي بتاعهم كان حلو جدا يا جماعة، لما هو كان بيساعدها عشان تتعافى من الإصابة بتاعتها، لما أخد منها المسدس وإزاي رجعه لها تاني، وإزاي ساعدها، وإزاي عمل لها خطة علاج وتعمل إيه وتتدرب إيه ومش عارف إيه. بصراحة كان جميل، مش هقدر انكر، كان جميل يعني. الارك بتاعهم كان نفسي يدخل اكتر من كده يعني، كنت حاساه برضو مستعجل. في اخر حلقة لما ادالها برضو الخاتم كانت جميلة الصراحة. الارك بتاعهم كان جميل يعني، وقفوا مع بعض بطريقة حلوة. حتى المشاهد الرومانسية بتاعته كانت حلوة يعني، لطيفة. انا بحب الحاجات دي لازم اقول. فده الخط الرومانسي بتاعهم. كمان كان عندنا خط رومانسي بتاع البنت اللي هي يوجين وسيونج جون، كان نفسي طوله اكتر بجد، كان سريع جدا وكان وقته قليل جدا على الشاشة. ليه يا جماعة ما كنتوا طولوا؟ المشهد بتاعهم في المستشفى لما كانت بتغسله شعره كان تحفة بجد. وهو الولد ده أداؤه جميل يعني، الولد ده شاطر جدا على فكرة يعني. هبقى اشوف له حاجة تانية، ما اعرفش لو له حاجة يعني من بطولته، بس انا لاحظت من ادائه في المسلسل ده لا انا عايزة اشوفه تاني بجد، كان جميل. والمشهد بتاعهم ده كان جميل، ومشهد اعترافه ليها في اخر حلقة لما قال لها انا عايزة اغير البوزيشن بتاعي يعني الموقع بتاعي، فهي مفكرة انه الكلام على المكان في اللعب يعني في ملعب الرجبي، انا مالي لا يعني احنا مش عايز نبقى اصحاب يعني، عايزين نبقى نطور الموضوع. كان لطيف جدا. ولما ادالها ميدالية على شكل كرة رجبي وهو ميدالية بتاعته على شكل مسدس، لطيف. انا بحب الحاجات دي، كنت طولوا فيها شوية يعني، ادوني كمان يعني. ليه بسرعة كده وما ادوش للحوار ده حقه على الشاشة؟ كان هيطلع مشاهد حلوة جدا منهم هما الاثنين يعني، لاقين على بعض قوي وفي كيمياء بينهم، فليه لا يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي ضايقتني برضو. حاجة بقى غريبة جدا جدا جدا، وهو محور الأهل. وليه كل الأهل في المسلسل ده أوغاد؟ ليه كلهم زبالة وعرر كده يعني؟ إذا كان أم البنت يوجين كل همها إن بنتها تحقق حاجات ومش فارق معها إصابتها، ولا الراجل ده اللي زقها وضربها وسبب لها تروما،
يعني هو حرفيا تعدى عليها، يعني ضربها بجد، يعني ما عملتش حاجة. اهم حاجة ان بنتها ما تخش الجامعة ما اعرفش ايه وما تتأذيش في ايه. وطبعا الراجل ده هددها وهي مشيت وراه. بنتك يا ست الكل ما شوفي ايه مشكلتها، عند بنت عندها تروما متأزمة نفسيا. كان في مشهد حلو جدا برضو لما يوجين خدت بطولة في آخر حلقة وراحت حضنت الكوتش بتاعتها مش مامتها. المشهد ده كان تحفة بصراحة. هنا أدركت الأم غلطتها، وهنشوف بعد كده ان هي اشتكت يعني على الشخص ده، المدير ده او اللي هو المدير الفني بتاع الرماية ده. ما علينا يعني، بس كان توليت. يعني انا مش فاهمة ليه المسلسل كان متبني الخط ده. حتى الست اللي هي سيونج جون عندها نفس الاشيو. ابنك يا ست الكل محتاج دعمك، محتاج تقولي له حاجة كويسة. ده انت عمرك ما حضرتي له ماتش. ليه بجد؟ ليه الاهل كده؟ ليه دعم الاهل بجد مهم جدا، مهم جدا جدا. يعني يساوي وجود كوتش داعم. في الناحية التانية لازم يكون في الاهل داعمين. الاهل عليهم 50% من نجاح الشخص الرياضي او اللاعب. فدعم الاهل موقف غريب، اختيار غريب من المخرج انه طلع الاهل كلهم وحشين. مش عارفة هو تروماتايزد ولا ايه، بس تمام يعني. انا بالنسبة لي كان غريب. اخر حاجة، الموسيقى كانت حلوة جدا، حماسية في محلها. المسلسل اصلا فيه روح كده شبابية وحماسية وهي الحاجات الرياضية او الدرامات الرياضية بتبقى محتاجة النوع ده من الموسيقى. عملوه حلو قوي. ما تعلقتش بحاجة معينة الصراحة، مش حاجة علقت معايا يعني، ما خدتش منه حاجة في البلاي ليست. بس كأجواء في المسلسل الموسيقى كانت موائمة جدا للأحداث اللي بتحصل، سواء كانت أحداث حماسية أو أحداث درامية أو أحداث حزينة أو رومانسية. كانت الموسيقى موائمة جدا وماشية حلوة قوي يعني مع الأحداث. كمان الإخراج كان حلو لذيذ سلس كده، وفي حتة كوميديا. عارفين انتوا لما تبقى المخرج كان بياخد لقطات بتضحك، فاهمين قصدي؟ كادرات بتضحك. كانت حلوة جدا. يعني لعب دور الإخراج، لعب دور في توصيل كوميديا الصراحة. كمان كان في حاجة ظريفة جدا، كان في طابع كده في المسلسل كله من أوله، اللي هو في قفلة الحلقات أو حتى في نص الحلقات. عارفين انتوا الكتب المصورة، الصورة بتقلب زي كرتون كده أو رسوم، وكأن المسلسل قصة أو حدوتة في كتاب أو في مجلة صغيرة. عارفين انتوا الإحساس ده؟ مش عارفة انتوا خدتوا بالكم ولا لأ، بس أنا خدت بالي. يعني كانت حركة لذيذة الصراحة، يعني مناسبة لمود المسلسل، فاهمين قصدي؟ أنا كده خلصت. مسلسل حلو جميل. أتمنى يعني تشاركوني آرائكم وتعليقاتكم في الكومنتات، سواء على السبوتيفاي، أبل بودكاست أو يوتيوب. أنا يا جماعة مستنية الفيدباك هيفرق معايا جدا في الفورمات بتاع الحلقة، في انتوا عايزين ايه، مش عايزين ايه، حابين ايه، مش حابين ايه. فما تبخلوش عليا بالفيدباك بتاعكم لو انتوا اصلا بتسمعوني، لو في حد موجود. حاجة أخيرة حابة أقولها عن المسلسل يعني إنه هو قصة متوقعة، مليانة كليشيهات ومليانة حاجات شفناها قبل كده، أو ماشي على أجندة أو يعني وصفة الأندردوج بالملي. ولكن كانت يعني تجربة مختلفة، تجربة مليانة مشاعر مختلفة، فيها ليرز حلوة مش موجودة في حاجات كتير يعني معروفة. وكمان يعني اختيار رائع لو حابين نشوف حاجة، لو حد بيدور على حاجة تديله شوية حماس وأمل. يعني هو جرعة كده من التفاؤل والأمل والحماس، وكمان في كوميديا ظريفة وكاريزما جرم بجد رهيبة 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 على الشاشة، ممتعة جدا، مسلية جدا، ما يتزهقش منه بجد. يعني يا ريت كان وقته أطول على الشاشة بصراحة. شخصية جميلة جدا، وأنا واضح قد ايه أنا متأثرة بيه الصراحة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، واستنوني الأسبوع الجاي حلقة جديدة وحدوتة جديدة، وسلام. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بوقتكم واتبسطتوا معايا. شكرا من قلبي لكل حد بيسيب لايك أو كومنت، دعمكم بيفرق جدا. وما تنسوش تتابعوا زكي توك على كل منصات البودكاست،
ابل بودكاست وسبوتيفاي، وكمان على انستجرام ويوتيوب عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول. ولو الحلقة عجبتكم شاركوها مع أصحابكم اللي بيحبوا الكي دراما. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، وباي باي.